بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي نوضعوا اليوم واحد الصيغة ربانية لفتح النصيب في كل شيء بكل شيء. إذا بيع وشراء، زواج، عمل، أوراق متعسرة، أي حاجة عندك غادي تسخر لك بإذن الله. هذه الوصفة سبحان الله العظيم رائعة وأكثر من رائعة لفتح النصيب في كل شيء، بخصوص الناس اللي عندهم صالونات وعندهم تعسير في الزبائن، الناس اللي عندهم بيع وشراء، عندهم ضئيل بزاف ما تيكونش عندهم بيع وشراء، الناس اللي عندهم العتبة قل لا خير لا والو. اذا الوصفة ديالنا ديال اليوم هي لفتح النصيب في كل شيء. اذا قلت لكم كل شيء كل شيء. اذا لابطال السحر، لا موقف ليا حالي لا في الزواج لا في العمل لا في البيع والشراء، حتى البيع والشراء تيديروا عليه السحر، تيبطلوا لك يديك او يبطلوا لك هذا تيوقفوا لك العمل، اما بيع وشراء ما يبغوكش تبيع وتشري، او انك يوقفوا لك حالك في الزواج، او يوقفوا لك حالك في البيع والشراء، او يوقفوا لك حالك في كل شيء. اذا الناس اللي عندهم تعطيل في كل شيء، اذا متفقين. اذا احبابي خليوا لايك ودعموا القناه وخليوا لنا واحد تعليق وصليوا على سيد الخلق باش ربي يعاون اللي صلى وخلى تعليق بالصلاه على الحبيب، ربي غادي يعاونو في خفاء. اذا اول حاجه غادي ديروا هذه الوصفه على النيه ابطال. عندك ابن بدون عمل، عندك بنت بدون زواج، عندك تعطيل في المال، عندك تعطيل مع الزوج ديالك، دائما دائما عندك مشاكل في البيت والصداع والمشاكل بدون سبب. بعض الناس كاين عندهم السحر المرشوش، كاين الناس اللي مقابلين الناس وتيرشوا عليهم السحر في مدخل العمارة او مدخل الباب او مدخل اي مكان، يرشوا باش انهم يوقفوا لك حالك، اما زواج واما عمل واما العلاقه بينك وبين زوجك، سحر التفريق او البيع والشراء. الناس اللي باغيين يبيعوا اي مكان، ارض، بيت، اي حاجه بغيتي تبيعها، حتى السلعه تبداي ترشي الماء. هذا الماء اللي غادي نعطيكم الماء المبارك لإبطال السحر المعمول لتوقيف الحال، الناس اللي عندهم توقيف الحال. إذا الناس اللي باغين أنهم يتخلصوا من السحر المعمول اللي توقف الحال، غادي إن شاء الله نديروا هاد الصيغة على حسب إبطال وإفتاح جميع الأبواب المغلقة. افتحي باب بيتك، افتحيه للرزق، افتحي باب رزقك للزواج، افتحي رزقك لباب العمل، افتحي باب رزقك للبيع والشراء. ان شاء الله غادي نعطيكم هذه الوصفه رائعه واكثر من رائعه. اذا نديروها وغادي ربي يسخر لكم ان شاء الله ما في السماوات وما في الارض. اذا المكونات ساهلين ماهلين، ما تتعجزوش، حاولوا انكم تستعينوا بالله وتخرجوا عند العطار. حاولوا تستعينوا بالله وتخرجوا عند العطار على نية شراء هاد المكونات. هاد المكونات اللي تشوفوهم غير ب3 دراهم، ماشي حاجة كثيرة، ولكن الطاقة الإيجابية من القرآن الكريم والطاقة النورانية ديال سيدي ربي اللي غتنزلها في هاد البركة في هاد الماء. إذا هاد الأسبوع خدمنا بطاقة الماء مزيان، لأن طاقة الماء هو من قرينا على طاقة الماء لقيناه من أقوى الطاقات هي طاقة الملح وطاقة الماء. كاينين الناس اللي ما عندهمش باش يشريو المكونات، كاين اللي عنده باش يشري ولكن ما عندوش منين يشري المكون. في اوروبا ما كاينينش المحلات للبيع والشراء ديال العشابه، كاينين اما بعاد واما قراب واما خاصو يقلب عليهم. اذا حنا الوصفات تنجيبوهم لكم ساهلين ماهلين. اذا الملحه الصخريه، عندنا العرعار تيكون غير في الجرادي، العرعار تيكون غير في الحدائق. حاولوا تاخذوا واحد كميه ديال 2 معالق. الفجل او السداب، الناس اللي ما عندهمش السداب يديروا السانوج، لان او يكتفي بالعرعار والملح. الناس اللي في اوروبا ما عندهمش الملحه الصخريه يديروا الملحه حبيبات. اذا غادي نصليو كاملين على سيد الخلق، وغادي ان شاء الله بحول الله غادي نديروا هذا الابطال لجميع
الامور اللي عندي متسكره او مسدوده او عندي طاقه سلبيه، غادي ربي يفتح علينا ويحل علينا بيبان الخير. اذا يا فاتح يا فتاح، الله سبحانه وتعالى غيفتح علينا. يا فاتح يا فتاح، غادي نبداو باسم يا فاتح يا فتاح. غنقراه على الماء قبل ما نسخن هاد المغرفه فوق النار. اذا هاد المغرفه غادي نديروها فوق النار، ولكن خاصني نقرا على الماء. يا فاتح يا فتاح، يا فاتح يا فتاح. الوقت اللي تكمليه 100 مره بالسبحه غادي ان شاء الله تقولي اللهم افتح لي جميع الابواب المغلقه، جميع الابواب المغلقه بحق اسم يا فاتح يا فتاح، بحق اسم يا فاتح يا فتاح. افتح لي جميع الابواب المغلقه بحق محمد وآل محمد. اذا سهله مهله. وغادي تقراو 7 مرات هذه الايه لجلب الزوار الى العتبه، جلب الرزق، جلب ما تريد. سبحان الله. اذا ايه من سوره الحج غادي تقراوها ان شاء الله على نيه جلب الزبائن، جلب الرزق، فتح النصيب، اي حاجه بغيتوها ربي يسخر لكم. هذه الايه سبحان الله العظيم من اقوى الايات لتسخير المال، لتسخير الزواج، لتسخير ما تريد. اذا الآية من سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ونفت على الماء، ونفت على الماء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذا هذه الآية سبحان الله العظيم في سورة الحج هي من أقوى الآيات لتسخير الأمور. يجيك الرزق من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. إذا وغادي نقرأ هذه الآية. إلا بغيتي البيع والشراء غادي تزينيه، أو بغيتي البنت تشرب منه وتبان زوينة، أو تزيان العتبة للرزق، أو تزيان الأرض للبيع والشراء. وزينا هذا المكان وزيناه للناظرين. بغيتي تقولي البنت وزيناها للناظرين. أما إلا بغيتي البيع والشراء وزيناها، وزينا هذا البيع والشراء زيناه للناظرين، وزينا هذا المكان للناظرين، وزينا هذا العتبة للناظرين. الناس اللي باغيين يبيعوا ويشروا مكان بحال المنزل أو يبيعوا أرض، وزينا هذا الأرض، وزينا هذه الأرض للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين. عدد مفتوح، تقريها بعدد مفتوح. وزيناها للناظرين، وزينا هذا المكان للناظرين. الناس اللي غادي يجيو يشوفوها تزيان في عينيهم. إذا غادي نحمي هذه فوق البوطة 7 مرات ونطفي، نديرها فوق البوطة ونطفي، لانك بغيتي تبطلي وتحيدي الموانع. اذا من تديريها 7 مرات غادي ان شاء الله بهذه المغرفه غادي تشربي 7 جغمات، غادي تشربي 7 جغمات وتعطي لوليداتك يشربوا. وترشي العتبه، وترشي العتبه قبل ما ديري المكونات اللي غادي ان شاء الله تخليهم ليله كامله. ومن بعد غادي ترشي الزوايا وتمسحي بها البيت وتمسحي بها. شربوا 7 جغمات كل واحد في البيت. اذا البنت المعطله، الولد اللي باغي يخدم، الولد اللي باغي انه ربي يسخر ليه. اما الارض والمكان والصالون بعد ما عندهاش زبائن في الصالون، ما عندهاش بيع وشراء، غادي تشرب، تاخذ واحد المغرفه بحال هكا وتحطها في قنينه وتبقى تشرب، لان ابطال بالحديد هو رائع. وغادي نوضعوا الملح، قطعة ملح. إلى عندك خشب، إلى عندك ملحة حبيبات ديري 3 معالق. غادي ندير 2 معالق ديال العرعار. غادي ندير الفيجل، غادي ندير نص كاس ديال الفيجل. الناس اللي عندهم الفيجل يديروا، الناس اللي عندهم السانوج يدير. يطلق هذوك المكونات. هاد المكونات من يطلق فيهم، يطلق هذا المكون يطلق في الماء، غادي نصفيه. وغادي نحاول هذاك المكون ديال العرعار اللي يطلق فيه الملحه، قرينا عليه آية لجلب الرزق. وغادي نقرب الوعاء الى الفم ديالي، وغادي نقرا هذه الايه للابطال.
وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا هذا الماء اللي قرينا عليه 7 المرات، آية الإبطال هي الأخرى. وألقي ما في يمينك، بعد ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. غادي إن شاء الله نهز هذه الغرفة ونخلي ليلة كاملة يبقى هذا الماء. بعد ما المعطل يقدر يدوش به، المعطل عن الزواج، معطل على العمل، معطل على البيع والشراء، يرش المكان ويدوش به، يعوم به. المهم نصه يترش في المكان، والنص انكم تغتسلوا به بعد ما شربتوا من الماء وخليتوه ليله كامله. اما هاد المكونات غادي تنشفوهم في الظل، اما تهزوه وتديروه بشي منديل ابيض وتعلقوه في المكان اللي بغيتوه يكون فيه بيع وشراء، او المراه اللي تيكون عندها بيع وشراء تهزو معاها، او البنت اللي باغا انها تزوج تبخر به وفي نفس الوقت تهز شيء قليل ما بين الحماله الصدر. اذا احبابي ما بخلت عليكم بوالو، وتنتمنى انكم تعاونونا في القناه وتعطيونا واحد طلعوا الفيديو وتبارطاجيو. ان شاء الله غادي نحط لكم وصفات من اقوى الوصفات ديال الشافيه المغربيه، وربي هو المعين على كل شيء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.